السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبايبي، وحشتوني 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 حبايب قلبي. يلا نبدأ الفيديو بتاعنا ونقول ايه: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وصحبه وسلم. حبايبي وحشتوني، تنسوش تصلوا عليه حبايبي، ومتنسوش ندعي لأهالينا وفلسطين وغزة. ربنا يا رب يفك كربهم ويشفي جرحاهم ويرحم موتاهم بحق جاه النبي يا رب. ربنا يكرمهم كده ونصرهم، نصر القريب يا رب. يلا بقى نخش كده على الفيديو بتاعنا، بس يلا نحكي حكايتنا. طبعا انتم متعودين من ام حمادة ان ايه بتحكي الحكاية. عايزة اقول لكم كانوا 2 اخوات، واحدة كبيرة والتانية اصغر منها على طول. الصغيرة اتجوزت قبل الكبيرة، وبعدين طبعا ايه خلفت عيالها وربنا كرمهم وعلمتهم على قد ما قدرت، وربنا قدرها. كان جوزها معاها يعني الحمد لله، وربنا كرمهم. واللي بقى اللي يجي لها ابن الحلال ومناسب لعيالها خلاص اتجوزوا وبقوا معاهم عيال والحمد لله، وعايشين حلوين الحمد لله. بس انتوا عارفين طبعا مثلا ايه الحياة، يوم كده ويوم كده ويوم الحياة ماشية. ولادهم الحمد لله اللي في ثانوية عامة واللي مش عارفة ايه، ربنا يكرمهم يا رب. جت اختها ما عجبهاش ايه ده، هي جوزت ولادها. بعيد عنكم الغيرة مسكتها، بقت بقى مش عارفة تعمل معاهم ايه. كل يوم مشاكل وكل يوم خناق وكل يوم يرضوها ويحايلوها ويرضوها ويحايلوها. وهي مش بعيد عنك لا على حامي ولا على بارد. ان قابلتهم في الشارع تشتمهم، ان قابلت يعني حد ملهوش في الموال تقابلهم تروح شتماهم. شتمت الكبير في قلب الصغير. ومختها تروح تراضيها وتروح تحايلها وتراضيها وتحايلها، وهي اللي في دماغها. طب يا جدعان، طب انت عايزه ايه؟ انا عايزه اعرف انت بقى دلوقتي انت عايزه ايه؟ لا سنه ولا 2 ولا 3 ولا 10 على هذا النظام. كل يوم بهدله وكل يوم شتيمه، اكتر من 10 سنين شتيمه وبهدله ومش قادره اقول لكم. راحت قالت لها: هو انت عايزه ايه؟ انت عايزه ايه من العيال وعايزه ايه؟ ايه اللي انت في دماغك؟ احنا بنراضيكي ما بتتراضيش، احنا بنحايلك ما بتتحايليش، انت عايزه ايه؟ قالت لها: وانا هرتاح قال لما ولادك يتطلقوا؟ طب تطلق ولادها ازاي لما دلوقتي ولادها بقوا معاهم شباب؟ تطلقهم ازاي؟ هنا بقى الغيرة مسكتها في الساعة دي. يعني هم لما بدأت كانوا ولادها صغيرين، يعني الصغيرة دي اللي جوزت ولادها أصغر عيلة عندها كانت أكبر عيلة زي أكبر عيلة عندها. قالت لها: ازاي اطلقهم وهم معاهم عيال؟ ايوه اطلقيهم. قولوا له انتوا تعمل ايه؟ ازاي تطلق ولادها عشان ترضي اختها؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ ما هم اما كده يتشتمهم يتقطعهم، طيب يرضي مين؟ ده لا يرضي مسلم ولا يرضي مسيحي ولا يرضي يهودي ولا يرضي اسرائيلي عشان تتراضي تطلق ولادها. هو انت لما تطلقي لها ولادها انت هتيجي تاكلهم لها هي وولادها؟ ما هو برضو عندهم الكبير وعندهم الصغير. طب ازاي تطلقهم يعني؟ ازاي؟ ليه تميلي بختهم؟ ليه تميلي بختهم؟ ليه؟ عايزه اعرف ليه دي ايه بقى؟
دي ملتها ايه؟ انا مش عارفة بصراحة. انتوا بقى احكموا، بالله عليكم تحكموا عليهم اللي هي بتعمله ده. طبعا ما يرضيش ربنا. ليه يعني؟ عشان ايه؟ ايه طلق لك ولادك يعني؟ ايه طلقهم؟ ايه طلق لهم؟ طلقهم ليه؟ طلقهم ليه؟ هقول لك ايه بقى؟ هقول لكم ايه؟ ربنا يهدي، ربنا يهدي، مش هنقول الا كده. ربنا يهدي. واخوات وامهم كانت طرشه الدم عليهم، واخوات. مش هقول لك دي من اب ودي من ام ودي من اخت ودي، لا، الاتنين وشققه. ومش عارفه بصراحه اقول لكم ايه، ولا انتوا تقولوا لي تشوروا عليها بايه؟ تشوروا عليها بايه؟ طبعا انتم متعودين من ام حماده بالحكايه، بس انا سبتكم مع الفيديو. بس بصوا ام حماده نظفت الاوضه ازاي. بصوا نظفت الاوضه ازاي ام حماده. الله يديك الصحه يا ام حماده، الله يديك العافيه. دخلت على المواعين ام حماده اهي. الله يديك العافيه والصحه يا ام حماده. روحي حبايبي، شوروا عليها بالله عليكم، وشوفوا بقى ديك حلها ايه. دي حلها ايه بصراحة يعني؟ انا مش عارفة. شوروا عليها، وهي عايزة المشورة بتاعتكم بصراحة. بس مش هقول لكم حاجة غير كده. اهو هنقول ايه؟ الدنيا يا مليانة، الدنيا مليانة، محدش مرتاح، محدش مرتاح. حبايبي، خليكم بقى مع الفيديو كده مع ام حماده، وقلنا الحكايه، واللي معاه حل يقوله، ونبعت لها وتشوف هتقول ايه. ماشي حبايبي. يلا بقى ام حماده ديكوا شفتوا نظفت الاوضه خليتها زي الفل كده، وهنا بقى دخلت على المواعين ام حماده. الله يديها العافيه والصحه يا رب. وعايزكم تدعوا لام حماده بالله عليكم. قولوا لها ربنا يديك الصحه يا ام حماده، ربنا يديك العافيه. ماشي. سيبكم مع الفيديو ولا نعمل ايه؟ بس اقول لكم ايه، انتوا وحشني قوي. سيبكم انتوا من الحوارات دي كلها. انتوا وحشني وحشني وحشني. شويه كده، شويه صغيره كده، واقول لكم كل سنه وانتوا طيبين. رجب هيخش علينا اهو. كل سنه وانتوا طيبين. شويه كده اقول لكم انتوا عامه برضو ربنا يديكم الصحه يا رب. اللهم بلغنا رمضان يا رب، اللهم بلغنا رمضان يا رب. ايه، خلصتي ولا لسه يا ام حماده؟ انت بترغي كتير ليه يا ام حماده كده في مواعينك؟ مش تخلصي بسرعه يا ام حماده؟ ربنا يديك الصحه يا رب. انا بحب اعمل حاجتي بايدي، وبالذات انتوا عارفين ام حماده من زمان، عارفينها في المواعين. ولما يكون تل المواعين كده ولا يهز ام حماده بحاجه. انا بحب المواعين واحب غسلها، واحب بلبط كده في الميه بالذات بتاعه المواعين. والله لما يكون تل ولا يهمني. وممكن يكون ايدي وجعاني، ممكن يكون السكينه قطع صباعي، بس ما يهمنيش برضه. اخلي المواعين، بعشق المواعين وتصبينها. وفي شتاء ولا يهمني، ولا في صيف يهمني. وخلي الدنيا زي الفل في المواعين دي، وبتجازي كده يبقى قشطه، وكل الحاجه قشطه قشطه قشطه. يلا بصي بقى، انا مش بعلم حد ولا بقول لحد حاجه. احنا كلنا زي بعضينا، وانتوا احسن مني كمان في النظافه. يعني اما ندور كده يمكن انتوا احسن مني في النظافه. بس احنا بندي طاقه سلبيه لبعضينا وبنشجع بعضينا بس. ولما نيجي نعمل حاجه بنتعلم من بعضينا. انت بتقولي لي حاجه، انا بقول لك حاجه. يعني انا بقول لكم اهو في حكايه الست دي، وانتوا شوروا عليها برضو. وانتوا قولوا لها تعمل ايه، ولا تقول لها ايه، ولا تعمل ايه. هي حيلتها بجميع الطرق مفيش فايده. عايزه هي اللي في دماغها في دماغها. يلا حبايبي، مع الف سلامه.